كان السيد موسى يتلفن يقول له لعبد الله موسى السكرتير تلفن لي لفلان، يقول له جيب لي 2000 ليرة، تلفن لي لفلان جيب لي 5000 ليرة، تلفن لي لفلان، يجمع مصاري هالقد. نهار الخميس عشية بده يطلع على المؤسسة عصور، على المؤسسة عصور بده يتعشى مع الطلاب وبده ينام مع الطلاب، وتاني يوم بده ينطلق على الضياع يعمل برمي على الضياع. كان خي لما قال لي هذيك الكلمة انه انت خليك مع الله، الله بيفتح لك مغادك وبيعطيك. كان السيد موسى يفوت على ضيعة، يفوت على بيت، هو يقول لي فوت على هذا البيت، فوت نلاقي البيت معدوم على الاخر خالص. قاعدين 10 12 واحد عم بشكوا دخان ووضعهم بيقرف وريحتهم طالعه، يقعد معهم قاعدين مرة بعيت الشعب، هي عيت الشعب اللي هلا ام المصايب. فتنا على بيت بعيت الشعب لقينا حالي بالدار هيك مصون كله كدين وما كدين وعم بشكوا دخان، حاطين صينية ألمينو هالقد بقلة حمص. وصل دغري سلام عليكم، معطر صاحب البيت هيك كبير شوي، لا اهتز لا وقف، قال له اهلا مولانا عليك السلام وقاعد. هي طيبة بقى شوي تربع السيد موسى وقعد معهم على الارض، اخذ الرغيف وصار ياكل معهم. انا ما قدرتش اكل، انا جوعان ما قدرتش اكل، الله وكيل كده. وقعد صار يحدثه، هيدا شو بتعمل فيه الدخان؟ قديش بكلفك؟ شو بتشتغل فيه؟ قال له شو بنشتغل فيه كل السنة بنخابط، بنزرع مشاتل شهرين ثلاثة، بنرجع بنفلح الأرض كذا مرة، بنرجع بنقلع الشتلة، بنرجع كذا، لوصل لشك الدخان. قال له بالنتيجة قديش إنتاجك؟ قال له يعني بنجي آخر السنة بنضلنا مديونين شاب 200 ليرة 150 ليرة للدكاكين بدنا ناكل. بيوم السيد موسى من الربطة اللي عنده جيب يا ابو علي، بجيب له اياه بياخذ، الله بيعلم قديش تطلع كمشه كبيره هالقد، كمشة عرب كمشة بحطها تحت الشرشف اللي حاطين عليها الدخانات والسلام عليكم نمشي. ولك ما قامش ودع، ما قامش معطر فقير. بعدنا برا بيمرق واحد دغري بضل فايت لعنده، قال له لنيالك انت ولا انت صرت بالسما، انت ميل السيد موسى لعندك؟ قال له ايه سيد موسى؟ قال له لما هذا اللي ظهر من عندك هلا اسمه السيد موسى الصدر. قال له هي بسمع فيه، قال له هذا السيد موسى الصدر. قام يضرب على راسه يبكي يلحق بالسياره، موين كنا مغلطين. نوصل على اخر ضيعه ونلف ننجا على النبطيه، ما معوش حق بنزين او معوش حق ساندويش. هذا السيد موسى، هذا السيد موسى يا جماعه.